الشخص ده معاه اكتر من مليون بيتكوين وصاحب اكبر ضجه في تاريخ التكنولوجيا الرقميه، ساتوشي ناكاموتو، مخترع البيتكوين، الام لكل العملات المشفره. قدر الشخص ده انه يهز عرش الحكومات والبنوك والمؤسسات الماليه الدوليه وحتى رجال الاعمال علشان بس اخترع البيتكوين. وشكوك الاتهام كلها متوجهه لمؤسسات وشخصيات مؤثره عن هويه ساتوشي ناكاموتو. هل هو إيلون ماسك؟ هل هو ترامب؟ ولا الحكومة الأمريكية نفسها؟ فمن هو الشخصية الحقيقية وراء ساتوشي ناكاموتو؟ الشخص اللي محدش يعرف عن شخصيته أي شيء ومحدش قدر يكشف هويته لغاية دلوقتي. فليه سوبر هيرو العملات المشفرة صنع البيتكوين وترك ابنته واختفى؟ اهلا بيك صديقي البروف. اكيد تعرف البيتكوين والعملات المشفره، وجايز برضو انك سمعت عن مخترع البيتكوين ساتوشي ناكاموتو اللي بيقول للمتخصصين انه بيمتلك اكتر من مليون بيتكوين، رقم ضخم جدا يعمله دلوقتي حوالي 100 مليار دولار. بس اكيد ما كنتش تعرف انه فكره البيتكوين اتصنعت في الثمانينات قبل ساتوشي ناكاموتو بفتره كبيره جدا، لكن وقتها كان في لغز محير واحد فقط هو اللي منع المبرمجين وقتها من انهم يقدروا يعملوا نظام مشفر متكامل لا مركزي زي البيتكوين. اللغز ده هو اللي تمكن ساتوشي ناكاموتو من حله علشان يوصل لاختراع البيتكوين. بس على فكره ساتوشي ناكاموتو ده اسم مستعار، محدش يعرف اصلا اذا كان ساتوشي ده راجل ولا ست او حتى واحد ولا مجموعه. انا اتحمست كتير خصوصا وانا بحضر الحلقه دي، حسيت ساعتها ان انا بقوم بدور المحقق علشان اعرف هويه ساتوشي ناكاموتو. غصب عنك يا صديقي البروف هتشاركني الاحساس ده وانت بتتفرج على الحلقه دي. تعال اقول لك على حاجه الاول، قبل ما تظهر الفلوس او النقود اللي بنتعامل بيها في المعاملات التجاريه كان موجود عملات من المعادن النفيسه او النادره زي الذهب وزي الفضه. كان زمان تروح تشتري كل اللي انت عايزه من السوق، بس بدل ما حضرتك هتدفع نقود ورقيه، لا، كانت الناس بتدفع دراهم من الذهب والفضه. ولانه كميه الذهب والفضه في العالم محدوده، وكمان مع ظهور فكره الراسماليه والبنوك المركزيه، الحكومات قالت لا، الكلام ده مش هينفع يا جماعه، احنا هناخد الذهب والفضه يكونوا مع الحكومه وهنديكم مكانها ورق حرفيا. وضحكوا علينا وقالوا لنا ان الورق ده له قيمه تقدر تشتري بيه ما تشاء وما تحب. لكن الخدعه اللي ضحكوا بيها على اجدادنا، على جدك وجدي، ان قيمه الورق ده بتقل مع الزمن على عكس المعادن النفيسه زي الذهب اللي بيزيد مع الزمن. وان الرابح الوحيد في السياسات دي هي الحكومات والبنوك المركزيه في العالم كله، هي طبعا اللي بتطبع الاوراق وهي اللي بتحدد نسبه التضخم والفايده. فشوف حضرتك اجدادك من 100 سنه كانت عملتهم الورقيه بتشتري ايه، والنهارده بقت بتشتري ايه. هذا يا صديقي البروف ما يعرف بالتضخم. والبنوك المركزيه او السنترال بانكس هي المسؤول الاول والاخير عن التضخم في اي دوله، وانت الخاسر الوحيد في السياسه دي. وكمان معظم الناس حاطين فلوسهم في البنوك، والبنوك لها الحريه تسالك من اين لك هذا، على الرغم انه مالك الخاص. ركز معايا في الكلمتين دول، اذا كان المال اللي انت حاطه في البنك ده من نشاط تجاري هيفرضوا عليك الضرائب، واذا كان المال ده من نشاط غير مشروع فهيبلغوا عنك ويتقبض عليك. وكمان اذا حبيت تحول فلوسك دي لحساب اخر فالبنك طبعا هيخصم نسبه من المبلغ اللي انت حولته مقابل خدمه التحويل. وبالطريقه دي يا صديقي البروف البنوك بتحكم قبضتها على الشعوب. فلما ظهرت البيتكوين عملت رعب للحكومات والبنوك المركزيه. اول لما ظهرت وبدات تاخد شهره بداوا يحاربوها في جميع دول العالم بلا استثناء وحاولوا تدميرها بشتى الطرق، لكن البيتكوين مهما عملت محدش يقدر يدمرها. علشان كده ساتوشي ناكاموتو لما عمل البيتكوين واختفى من بعدها كان مطمن انه محدش ابدا هيعرف يدمر البيتكوين. وصعدت من كونها عمله بلا قيمه حرفيا الى 95,000 دولار للبيتكوين الواحد في وقتنا الحالي. والله ساتوشي ناكاموتو ده صاحب عقليه فذه وعبقريه تكاد تجعله سوبر هيرو. انا شخصيا حبيته لما قرات قصته. تعال اقول لك على حدوته صغيره، بس قبل ما احكيها لك يا صديقي البروف تعالى كده مرجع بيك بالزمن لورا شويه لسنه 1983. كان في عالم تشفير اسمه ديفيد شام قدم ورقه بحثيه عن فكره النقود الالكترونيه المشفره لاول مره في التاريخ، بس وقتها ما كانش اسمها بيتكوين، كان اسمها اي كاش. كان الهدف منها ثلاث حاجات، انه يبقى في طريقه للحسابات الماليه بدون اوراق نقديه وتكون غير قابله للتتبع ومشفره بالكامل. برغم ان الفكره كانت ثوريه في وقتها الا انه شركته انتهت بالافلاس في سنه 1998. لكن البيتكوين فكره والفكره لا تموت. علشان كده في نفس السنه مهندس كمبيوتر تاني اسمه وي داي عمل فكره عمله مشفره سماها بي ماني. وفي نفس السنه مهندس تاني اسمه نيكس زابو، والاسم ده خد بالك منه كويس، عمل هو كمان فكره عمله رقميه سماها بيت جولد. لكن للاسف كل المشاريع دي ما خرجتش للنور وفشلت في جذب الثقه والاستثمار. كل ده علشان مشكله او معضله برمجيه رياضيه كانت لغز بالنسبه لكل المطورين اللي حاولوا يشتغلوا على العملات المشفره قبل ساتوشي ناكاموتو. البيتكوين يا صديقي البروف عمله رقميه تقدر تعتبرها عامله زي اي ملف عندك
عندك على الموبايل او الكمبيوتر، سواء بقى ملف موسيقى، ملف فيديو، او حتى ملف PDF. يعني من الاخر عباره عن بيانات رقميه صفار وحايد. المشكله هنا بقى انه مفيش رقيب على البيانات الرقميه. يعني مثلا ملف الموسيقى او الفيديو تقدر تنسخه وتستخدمه كذا مره. ايه بقى اللي يضمن انك لو عندك 10 بيتكوين على محفظتك الرقميه، ليه ما تعمل لهمش كوبي او نسخ على الكمبيوتر وتنسخ زيهم كتير عندك وتستخدمهم اكتر من مره زي ما انت عايز؟ وبدل ما هم 10 بيتكوين هيبقوا 20 ويبقوا 30 ويبقوا 1000. المعضله دي او المشكله دي كان اسمها معضله الانفاق المزدوج او مشكله الدبل سبيندنج بروبلم. ازاي نعمل عمله لا مركزيه، يعني مفيش بنك مسجل فيه الارصده علشان يحدد كل واحد معاه كام، وفي نفس الوقت محتاجين يكون لها مركز علشان يحدد كل واحد معاه كام على المحفظه المشفره. وبالتالي لما يكون معروف كل واحد معاه كام يبقى ما حدش يقدر يتلاعب فيها. كل العلماء والرياضيين والفيزيائيين والمبرمجين اجمعوا على انه لا يمكن حل معضله الانفاق المزدوج، وبالتالي فكره انك تعمل عمله رقميه لا مركزيه مشفره هي فكره مستحيله ومحدش يقدر يحلها، الى ان جاء ساتوشي ناكاموتو السوبر هيرو اللي حل المعضله دي وقدم لنا البيتكوين. يا عم بلا رياضيين بلا فيزيائيين بلا مبرمجين، انا اللي هحلها، انا ساتوشي ناكاموتو. وصولك للنقطة دي من الفيديو معناها انك مهتم بالمواضيع دي، فبعد اذنك تعمل سبسكرايب علشان تدعم المحتوى وتشوفني مرة تانية يا صديقي. في سنة 2008 كان في شخص او مجموعة اشخاص الله اعلم بقى اطلقوا على نفسهم اسم مستعار ساتوشي ناكاموتو. انا عن نفسي اعتقد ان هم مجموعة من الاشخاص مش شخص واحد. طبعا هتقول لي اشمعنى يا بروف؟ هقول لك للاسف ما هو ما فيش حد يقدر يعمل كل اللي عمله ساتوشي ناكاموتو ده لوحده، على الاقل يجيب اخوه وابن عمه معاه. المهم كان ساتوشي شغال على تطوير عملة مشفرة علشان يحل بيها معضلة الانفاق المزدوج، لانها زي ما قلت لك كانت اللغز اللي منع كل المطورين من الاستمرار في تطوير العملات المشفرة، وقالوا عنها انها معضلة لا تحل لغاية سنة 2009 لما تمكن ساتوشي ناكاموتو من حل المعضلة اخيرا، وقدم ورقة بحثية على الانترنت بيشرح فيها طريقة عمل البيتكوين وطريقة حل معضلة الانفاق المزدوج، وقدر انه يصنع اول عملة بيتكوين من خلال التعدين. على فكرة الورقة البحثية دي مش سر خالص يا صديقي، بل انه السورس كود او الكود المصدري للبيتكوين مفتوح المصدر للعامة كلها، يعني اي حد يقدر يطلع على طريقة اختراع البيتكوين واللي بعدين على اساسها اتعملت بقيه العملات المشفره زي اللايت كوين والايثيريوم والاف العملات المشفره الثانيه اللي اتعملت وراها. لكن الطريقه الاولى لتصنيع البيتكوين من ساتوشي ناكاموتو كانت مليانه الغاز محيره وما اتحلتش لغايه دلوقتي، وضروري جدا علشان تفهم الالغاز دي خلينا اشرح لك باختصار جدا طريقه عمل البيتكوين واي عمله مشفره. ساتوشي ناكاموتو لما اخترع البيتكوين خلى عددهم محدود بالظبط 21 مليون بيتكوين لا اكتر ولا اقل. هتقولي طب اشمعنى 21 مليون بيتكوين يا بروف؟ ليه مش 22؟ طيب هقول لك اصبر شويه عليها يا بروف، ما تستعجلش الامور هتعرف بعدين. المهم ال 21 مليون بيتكوين دول منهم مليون عمله بيتكوين مع ساتوشي ناكاموتو نفسه، يعني تقريبا معاه 5% من عملات البيتكوين كلها. ولو افترضنا ان البيتكوين هتحتل العالم كله وهتبقى بديل للذهب، فامريكا عندها 4.3% من احتياطي الذهب في العالم كله. ده معناه ان ساتوشي ناكاموتو هيكون معاه حصه من البيتكوين اكتر من حصه امريكا في الاحتياط العالمي للذهب. والمحير بقى انه ساتوشي ناكاموتو ما صرفش اي حاجه من المليون بيتكوين لغايه دلوقتي. ولو انت حد ذكاء يا صديقي البروف وتوصلت لشيء من النقطتين اللي قلت لك عليهم دلوقتي، فاكتب لي رايك في الكومنتات. اخذتني الاثاره والتشويق وما شرحتلكش طريقه عمل البيتكوين. شوف، في حالة العملات الورقيه او العملات العاديه زي الجنيه والدولار بيكون في بنك وسيط قائم على سجلات بيتسجل فيه رصيدك وارصده كل الناس. احمد على سبيل المثال بعت لمحمود 100 جنيه، يقوم البنك يخصمها من رصيد احمد المتسجل في البنك ويضيفها لرصيد محمود في حسابه، وكل المعاملات دي متسجله في سجلات البنك بالارقام وبالتواريخ. لكن في حالة العملات المشفرة والبيتكوين لا يوجد بنك، لكن بيكون في سجلات من نوع تاني اسمها الكتلة أو البلوك. أحمد بعت لمحمود 5 بيتكوين، بيتم تسجيل المعاملة دي وغيرها في البلوك أو الكتلة، وبلوك ورا بلوك ورا بلوك يطلع عندك رضوى الشربين وبلوك ورا بلوك ورا بلوك ينتج عندك ما يسمى بالبلوك تشين او سلسله الكتل. البلوك تشين دي بقى موجود منها نسخه الكترونيه على حوالي 1,000,000 جهاز حوالين العالم كله. الاجهزه دي بقى بتسمى الماينرز او المعدنون، والاجهزه دي بتقوم بعمليات حسابيه معقده جدا لتصنيع الكتل دي. والجهاز اللي يقدر ان هو يكون كتله واحده بيحصل صاحب الجهاز ده على مكافاه من البيتكوين. المكافاه يا صديق البروف في اول ظهور البيتكوين في سنه 2009 كانت حوالي 50 بيتكوين لكل كتله، والمكافاه دي بتقل
للنص كل 4 سنين أو كل 210 ألف كتلة. يعني كل ما بتصنع 210 ألف كتلة المكافأة بتقل للنص. يعني في 2012 كانت المكافأة 25 بيتكوين، وقعدت تقل للنص لغاية سنة 2024 وصلت المكافأة ل 3.8 بيتكوين اللي هو 325 من ألف. طبعا ال 125 من ألف بيتكوين اللي انت شايفهم دول مش فكة، ده رقم كبير، اضرب في 95 ألف دولار. والتنصيف المتوقع القادم هيكون في سنة 2028. فالطريقة الوحيدة علشان تحصل على بيتكوين هي عن طريق انك تعمل تعدين للكتل دي، وفي الاخر بتحصل على مكافآت بالبيتكوين. واخر مكافأة في التنصيف ده هتنتهي في سنة 2140، عندها هيكتمل تعدين ال 21 مليون بيتكوين وهتتوقف المكافآت تماما. انا عارف ان شرح طريقة عمل البيتكوين اعمق من كده بكتير، لكن شرحت لك الاجزاء دي بالذات علشان اخليك فاهم المصطلحات اللي هنتكلم عليها في الحلقة دي. علشان كده هعمل لك طريقة عمل البيتكوين في فيديو منفصل ان شاء الله. ركز، احنا دلوقتي في قصة ساتوشي ناكاموتو، والسؤال اللي بيشغل بالك ليه خلاهم 21 مليون بيتكوين بس؟ وازاي قدر ساتوشي ناكاموتو ان هو يحصل على مليون بيتكوين لنفسه؟ شوف، لما ساتوشي عمل البيتكوين في سنة 2009 كان في أزمة مالية عالمية بدأت من أمريكا وضربت كل بنوك العالم. كتير من بنوك أمريكا وأوروبا وقتها كان متجهة للإفلاس تماما لولا تدخل بريطانيا وقتها اللي قدمت حزمة مساعدات للبنوك الأوروبية والأمريكية. والخبر ده اتسجل في طبعة 3 يناير سنة 2009 في جريدة تايمز، مكتوب بعنوان عريض إنه المستشار على وشك تقديم خطة إنقاذ تانية للبنوك. والغريب إن ساتوشي ناكاموتو في نفس اليوم في 3 يناير لما عدن أول كتلة في تاريخ البيتكوين اللي سماها كتلة التكوين أو الجينيسيس بلوك، كتب في تفاصيلها الداخلية نفس الجملة بالظبط. كان ساعتها طبعا بينتقد النظام المالي العالمي وإنه نظام هش وسهل للانهيار. والغريب أكتر إن ساتوشي ناكاموتو لما عدن الكتلة دي حصل على مكافأة 50 بيتكوين، لكن أول 50 عملة دول بالذات غير قابلة للإنفاق نهائيا. هل ده كان خطأ برمجي بقى من ساتوشي ناكاموتو نفسه في بداية تعدين بيتكوين، ولا عملها عمدا؟ الله أعلم. وما كانش ده اللغز الوحيد، لكن ساتوشي لما عدن أول كتلة اللي هي كتلة التكوين استمر 6 أيام علشان يقدر يعدن الكتلة الثانية، في حين إنه تعدين الكتلة الواحدة في بيتكوين بياخد 10 دقايق بس. اشمعنى بقى الكتلة الثانية أخدت 6 أيام؟ البعض قال أكيد إنه ساتوشي ناكاموتو كان بيختبر الشبكة في بدايتها، ومن الناحية الدينية قالوا إن ساتوشي ناكاموتو اقتبس الفكرة من إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض في 6 أيام. برضه ليه عمل كده؟ الله أعلم. طيب، سؤال رايح جاي في بالك دلوقتي، أنت لسه قايل لي يا بروف إن بيتكوين عملة مشفرة وكلها سرية وتخفي، إزاي بقى يا عم بروف عرفوا إن ساتوشي ناكاموتو بيمتلك مليون بيتكوين؟ أنا عارف إنك حد ذكي يا صديق البروف، بس بعد إذنك يعني ما تتعصبش عليا، ما تحسسنيش إن ساتوشي ناكاموتو أنا لو كان معايا بيتكوين واحد ما كنتش شفت وشي على اليوتيوب أصلا. كفاية هزار، نركز شوية بقى. في سنة 2009 كان ساتوشي ناكاموتو هو الشخص أو المجموعة الوحيدة تقريبا اللي بتقوم بعملية التعدين وبتحصل منها على البيتكوين. خلال الفترة دي بقى تم تعدين الكتل الأولى من البيتكوين واللي أصبحت تعرف باسم كتل ساتوشي. بعدين لما اتشهرت البيتكوين كان في باحثين بيحللوا كتل تعدين بيتكوين، وجدوا ان طريقة التعدين المبكرة في السنة الأولى اللي كان بيستخدمها ساتوشي ناكاموتو مختلفة تماما عن الطرق التقليدية المتبعة في السنين اللي بعدها. يعني من الآخر ساتوشي ناكاموتو كان له طريقة في التعدين مختلفة عن طريقة الناس العادية في التعدين. علشان كده الباحثين قاموا بتسمية طريقة التعدين اللي كان بيستخدمها ساتوشي ناكاموتو باسم نمط باتوشي أو باتوشي باترن. واكتشفوا انه ساتوشي ناكاموتو قدر ان هو يعدن المليون بيتكوين في السنة الأولى بس، وقدروا يميزوا ان المليون بيتكوين دي بتعود لساتوشي ناكاموتو لانها متعدنه بطريقه مميزه ومختلفه عن الطرق العاديه اللي هي طريقه تعدين نمط باتوشي. بعدين وجدوا ان المليون بيتكوين دي اللي في ايدين ساتوشي ناكاموتو وزعوها على عناوين مختلفه من محافظ البيتكوين، وكل البيتكوينات المرتبطه بالمحافظ المشفره دي لم يتم صرفها ولا حتى نقلها لغايه دلوقتي. انا لو كنت مكان ساتوشي ناكاموتو كانت اول ما البيتكوين وصلت $1000 كنت صرفتهم كلهم، كان يبقى معايا $1,000,000,000. اي نعم هما دلوقتي يعملوا $100 مليار، بس $1,000,000,000 ده حلو جدا، ده مش حلو بس ده حاجه زي الفل. بس ما تسرحش يا صديقي، انا عارف الفلوس بتتعب دماغك. خلينا في السؤال المهم، ليه ساتوشي ناكاموتو ما زال محتفظ بالمليون بيتكوين حتى الان؟ حاليا عندنا احتمالين، ساتوشي الطيب وساتوشي الشرير. ساتوشي الطيب اللي محتفظ بالمليون بيتكوين للابد ومش ناوي يصرفهم ابدا، لكنه هيسيبهم زي ما هم للحفاظ على اسطوره بيتكوين للابد، وفي نفس الوقت عايز يسيب وراه رساله للعالم على تاكيد فكره اللامركزيه. والاحتمال الثاني ساتوشي الشرير اللي مدبر مكيده للمستثمرين في البيتكوين وبيسعى لصرف بيتكويناته لكن في الوقت المناسب. واكيد في
احتمال لكنه ضعيف ان ساتوشي ناكاموتو توفى او فقد الوصول للمفاتيح الخاصه للمليون بيتكوين دي، يعني نسى الباسورد بتاعه. عقبالك كده ما ترجع باسورد اكونتك المسروق. الشيء الاكثر غرابه ان ساتوشي ناكاموتو اختفى من الانترنت في سنه 2011 وكانه سوبر هيرو بدون اي علامه على انه هيرجع تاني او حتى الرغبه في انه يبيع بيتكويناته. ترك البيتكوين بدون ما يكون قلقان انها محتاجه تعديل او تطوير، وكانه متاكد انها هتكمل مشوارها من نفسها وهتكمل الهدف اللي صنعت علشانه حتى في غياب ابوها ساتوشي ناكاموتو. بس في شيء غريب جدا، قبل اختفاء ساتوشي ناكاموتو كان بينشر مقالاته وابحاثه على منتدى العملات المشفره، وكان في شخص اسمه جيفن اندرسون كان على تواصل مستمر مع ساتوشي ناكاموتو عن طريق الايميل. في وقت ما بقى اصبح جيفن هو اليد اليمنى لساتوشي ناكاموتو في تطوير المشروع، كان بيقدم اقتراحات تقنيه وكان بيشارك في مشروع البيتكوين بشكل نشط. لكن في اواخر 2010 بدا ساتوشي ناكاموتو في الانسحاب تدريجيا من المشروع. في الوقت ده ساتوشي ناكاموتو ادى لجيفن حق الوصول لمستودع الكود الرئيسي للبيتكوين واداله صلاحيات اداريه على المشروع. وفي اخر رساله بعتها ساتوشي لجيفن قال له ان المشروع دلوقتي بقى في ايد امينه، وانه ساتوشي هيسيب المشروع وهينتقل للعمل على مشاريع تانية. تتوقع مين يقول الجمله دي؟ مش ممكن يكون هو. مشاريع تانية تسلا، سبيس اكس، نيورالينك، ايلون ماسك. هل يعقل؟ ممكن ايلون ماسك اخترع البيتكوين وبعدين انتقل لمشاريعه الجديده، خصوصا انه ايلون ماسك عنده مهاره كبيره جدا في البرمجه وشخص على قدر عالي جدا من الذكاء، وكان مشهور بدعم البيتكوين والعملات المشفره زي الدوجي كوين. كمان شركه تسلا كانت من اوائل الشركات اللي قبلت الدفع بالبيتكوين. وخد بالك ايلون ماسك من اشد المتعلقين بترامب اللي بدوره قال في تويته انه هو ساتوشي ناكاموتو. اي نعم كانت تويته سخريه وللفكاهه، لكن ليه لا؟ ليه مش ايلون ماسك؟ خصوصا انه زادت الشكوك اكتر في 2017 على ايلون ماسك لما مهندس سابق في تسلا اسمه سهيل جوبتا قال انه ايلون ماسك هو ساتوشي ناكاموتو. ورغم كل النقاط المؤيده على فكره ان ساتوشي ناكاموتو هو ايلون ماسك، الا ان ايلون ماسك نفى بشكل قاطع كل الاتهامات الموجهه له على انه ساتوشي ناكاموتو. فاكر نيك سازابو اللي كلمتك عنه في اول حلقه وقلت لك افتكر الاسم ده كويس، واللي ابتكر عمله رقميه قبل البيتكوين اسمها البيت جولد؟ سازابو ده بقى كان داعم قوي جدا للافكار اللي بتدعم اللامركزيه، وهي نفس الافكار اللي بيتبناها البيتكوين. لكن سازابو نفى كل الاتهامات ومفيش معاه اي دليل يثبت انه له علاقه بمشروع بيتكوين. لكن في شخصيتين تانيين مشكوك في امرهم مع بعض، هال فيني ودوريان ناكاموتو. الاثنين مبدئيا مهندسين وخبراء في البرمجه والتشفير. هال فيني كان اول شخص تعامل مع ساتوشي ناكاموتو واستقبل منه بيتكوين بشكل مباشر، واللي يصير بقى شكوك اكتر انه فيني كان عايش في نفس المنطقه اللي كان ساكن فيها شخص اخر بيعتقد انه هو ساتوشي ناكاموتو وهو دوريان ناكاموتو. والاتحادات الصحفيه قالت في سنه 2024 انه دوريان ناكاموتو هو ساتوشي ناكاموتو، خصوصا بانه اعترف قبل كده بانه اشتغل على مشروع بيتكوين، لكنه نفى تماما انه ساتوشي ناكاموتو. حتى ان الاتهامات تجاوزت ايلون ماسك وصلت لفكره المؤامره العالميه، لانه صعب جدا تكون البيتكوين تطوير شخص واحد ولا حتى مجموعه صغيره، لانه مفيش حد يقدر يطور فكره قويه بالشكل ده من غير دعم مؤسسي او حكومي. بعض المحللين اتهموا CIA ووكاله الامن القومي الامريكيه، وحتى كمان في اللي اتهموا وكاله ناس بانهم ممكن يكونوا وراء دعم صناعه بيتكوين، وانه الحكومه الامريكيه نفسها هي اللي صنعت بيتكوين لغرض ما. جايز تنكشف حقيقه ساتوشي ناكاموتو لما نوصل لسنه 2140 اللي عندها تنتهي فكره تعدين بيتكوين بوصولها ل 21 مليون بيتكوين. لكن ما تتوقعش انه في اي شخص او اي جهه ممكن تعترف انها ساتوشي ناكاموتو، مستحيل. صديق البروف الموضوع خطير، لانه ومن الاخر اي شخص هتنكشف هويته انه ساتوشي ناكاموتو الحقيقي فده هيسبب ضجه في العالم وخصوصا في بيتكوين. وقتها قد تنهار بيتكوين وتصبح بلا قيمه مره تانية، وممكن تكسر كل الارقام القياسيه وتوصل لمستويات غير مسبوقه. كل الاحتمالات وارده صديق البروف، لكن الاحتمال المؤكد انه لو اتعرفت هويه ساتوشي ناكاموتو الحقيقيه فهيتقبض عليه فورا. ده طبعا لو هو فرد مش الحكومه الامريكيه نفسها. هيواجه تهم التهرب الضريبي والتاثير على النظام المالي العالمي، وتهم تانية تتعلق بكون بيتكوين بتستخدم في غسيل الاموال، وكمان تهديد البنوك المركزيه والعملات الوطنيه. الاتهامات دي ممكن تقعده في السجن المليون سنه. بس اذا كانت كل الاتهامات دي في انتظار الكشف عن هويه ساتوشي ناكاموتو الحقيقيه، فليه اصلا بتخاف الحكومات والبنوك المركزيه من البيتكوين والعملات المشفره؟ تعرف ان بيتكوين لو انتشرت في ايدين كل الناس واصبحت وسيله الدفع الاساسيه، ساعتها كل البنوك المركزيه هتقفل، ما عادش ليهم اي لازمه. عرفت ليه بيخافوا منها؟ مفيش فوائد وقروض، مفيش ضرائب، مفيش اي هيمنه حكوميه على اموال الناس. مش هتسمع تاني عن تضخم، لانه السبب الرئيسي ان ساتوشي ناكاموتو جعل عدد عملات البيتكوين 21 مليون عمله بيتكوين بس هو القضاء على التضخم، على عكس الحكومات اللي كل شويه تطبع فلوس ومعاها بتقل قيمه العملات الورقيه وبيزيد التضخم. لكن البيتكوين عددها ثابت ولا بيزيد ولا بينقص، ويستحيل طباعه المزيد من البيتكوين. لكن لغايه امتى هتفضل الحكومات والبنوك المركزيه تحارب بيتكوين؟ اعتقد انه بيتكوين لا تنهار ابدا الا اذا ظهر بديل اقوى منها، واعتقد ان قيمتها تفضل
مستمرة في الزيادة حتى بعد سنة 2140، واللي هتوصل فيها لنهاية التعدين الكامل. بل واعتقد كمان انه البيتكوين هتبقى هي العملة الأساسية للعالم كله، وحتى لو مش بيتكوين فهيكون موجود فكرة أقوى بنفس المبادئ ونفس الأهداف، وهيتغير النظام المالي العالمي جذريا. والسؤال هنا، من تتوقع أن يكون ساتوشي ناكاموتو؟ هل هو شخص؟ هل هو مؤسسة؟ ولا البيتكوين مؤامرة؟ ما تنساش صديق البروف تجاوبني على السؤال ده في الكومنتات، تعمل اشتراك للقناة لو عجبك الموضوع علشان طبعا توصلك حلقاتنا اللي جاية، ولو عجبك الفيديو اكبس لايك وسوي اعجاب، ولو عايز طبعا تدعم القناة بواحد بيتكوين مفيش مشكلة. كان معكم البروفيسور اكس، تصبح على خير.